يعني هذه التوقعات كثرت في الآونة الأخيرة بخصوص أنه اضطراب حسم المعركة لصالح مناهضي داعش يعني من خلال الآثار التي تترتب على انحصار سلطة التنظيم في الموصل والرقة. يعني بتحليلك كيف ترى المشهد مستقبلا ما بعد انتهاء العمليات العسكرية انحسار التنظيم في يعني أماكن متفرقة وضيقة جدا؟ نعم، لا يهم. يعني ممكن أن تعود إلى حرب العصابات ولا تحتفظ بالأرض التي تحكمها الآن. هذا أيضا كان بالنسبة لطالبان كذلك، وبالنسبة لجبهة تحرير مورو في الفلبين كذلك، وفي جنوب تايلاند كذلك. وتجد يعني بالنسبة للفلسطينيين في البداية كانوا كذلك، إلى أن حافظوا على غزة بكل ما أوتوا من قوة وأمام الهجمات الإسرائيلية. فهذه الهجمات التي على تنظيم الدولة هي ممكن أن تنجح عسكريا تكنولوجيا، معها قوة الدمار الشاملة، ومعها أيديولوجيات وخطط وبرامج ومصالح متداخلة لقوى دولية أمريكا وروسيا، وقوى إقليمية تركيا وإيران، وكذلك قوى محلية من أهل الموصل أو من الجماعات أو العشائر أو غيرها. ولكن بالنتيجة أنا أعتقد أن الأفكار هي التي لا تموت، أن الأفكار تواجهها الأفكار فقط، والأدلة تواجهها الأدلة فقط. طيب.